أخطاء ناس كتير بتعملها على البروفايل بتاعها على لينكد إن. لازم تبقى عارف إن أنت حضرتك لمّا بتقدّم في أي job post على الLinkedIn إن إحنا بنخش الأول نتفرّج على البروفايل بتاعك. فالنهارده في ناس بتعمل حاجات غريبة على البروفايل، أول واحد مثلًا يحط صورته على البحر. يا سيدي لأ، أنا مش عايز أشوف ده مش فيسبوك، ده مش إنستجرام، ده مش تيك توك. أنا عايز أشوف صورتك كده وأنت راجل professional، يعني مش لازم تبقى لابس بدلة، بس على الأقل تبقى صورة في مكان كويس أو خلفية بيضا، يبقى شكلك فيها باين، يبقى شكلك فيها وقور، أحس أنا اللي جاي يقعد معايا ده شكله عامل إزاي. طيب في ناس بقى ما بتحطش صورة خالص، فأنا حتى مش عارف أنا هاقابل مين. أهي دي مشكلة تانية، أنت خلاص ما بتحطش صورة أو أنتِ ما بتحطيش صورة أو أنتِ ما بتحبيش الحاجات دي أو هو ما بيحبش حد يشوفه على السوشيال ميديا، ما تعملش بقى بروفايل خالص. خلاص؟ أنت طالما كده نازل الشغل فإحنا هنشوفك يعني، أنت مش هتستخبى عننا. الحاجة التانية إن واحد مثلًا تبُص تلاقيه عامل كل الشغل بتاعه present، يعني كل الشركات اللي اشتغل فيها شغال فيها لحد دلوقتي. الكلام ده برضه مش مضبوط أو مش تمام. الحاجة التانية إن أنت مش updated، ده الCV بتاعك اللي إحنا بنشوفه ونخش نبُص عليه، حتى لو حضرتك بعت لنا CV على الإيميل بنحاول نخش نشوف الLinkedIn profile بتاعك، لإن هو ده الprofessional اللي شكلك اللي أنت هتخش بيه، أو هو ده زي ما بيقولوا كده إيه، الكارت أو الbusiness card اللي حضرتك بتقدّم نفسك بيه. لازم تكون محافظ عليه كويس أوي. خش اتفرّج على فيديوهات اليوتيوب إزاي تعمل enhancing للprofile بتاع الLinkedIn، وأوعدك إن أنتم لمّا هتعملوا كل الحاجات دي، صدّقني أنا لمّا هاشوف بروفايل حلو وشكله كويس فيه كل مواصفاتك وفيه كل حاجة، أنا هاكلمك في التليفون وأقول لك تعالَ اقعد معايا. هتبقى الsecond step عشان تنجح بقى إن أنت تيجي تقنعني بيك جوّه الinterview. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل share.